حاجة بس حابب اتكلم عنها كده، واحنا بصراحة كلنا محتاجين نعرف عنها جدا. رحت عشان خاطر اشتري تمن بن، فالراجل بيسألني بيقول لي انت عايزها سادة ولا محوج؟ قلت له والله بيني وبينك انا بحب المحوج، بس خلينا في السادة يعني. قال لي ليه يا عم؟ قلت له بس عشان موضوع جوزة الطيب بقى ويعني انها حرام بقى وكده. فبص لي كده قال لي حرام؟ ليه يا عم حرام ليه؟ ما جوزة الطيب عادية واحنا بنستعملها عادي وبتاع. موضوع جوزة الطيب دي يا جماعة اتفق كل الأطباء وكل العلماء إن فيها مادة بتسبب التسمم. المادة دي لو انت كترت منها جدا ممكن انها تجيب لك تليف كبدي، وممكن انها تجيب لك تسمم. وبتشتغل، ده لو انت كترت، وبتشتغل زي شغل المخدرات والحشيش بالظبط، بتعمل لك دماغ يعني. تمام. وبالتالي العلماء والفقهاء اختلفوا على جوزة الطيب دي بتاع المدورة الحلوة دي، اللي انا اصلا والله كنت زمان كنت بعشق ان انا لو عرفت ان في اي طبخه او في اي حاجه فيها جوزة الطيب كنت اجري عليها على طول. العلماء في الموضوع ده بقى يا جماعه يعني ليهم اراء كتيره جدا، انا هلخص لك الموضوع ده عشان خاطر انت ما تتحيرش يعني. العلماء قسموا الموضوع ده لنصين، منهم قال لك طالما ان الكثير من جوزة الطيب يسكر او يؤدي مفعول المخدرات فالقليل منها يسكر. خدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. حاجة اللي الكتير منها هتعمل لك دماغ وهتوديك في داهية والكلام ده، يبقى بلاش القليل منها حتى، ابعد عنه. والقول التاني بيقول لك ايه؟ طالما ان جوزة الطيب القليل منها ما بيعملش حاجة يبقى لا بأس بأخذها. طيب انا بقى اعمل ايه في وسط الآراء دي كلها؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نصيحة من اخوك، واللي انا اصلا باخد بالنصيحة دي، اول لما عرفت ان موضوع جوزة الطيب فيه خلاف والكلام ده بعدت عنها خالص. الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، وخدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. يعني الحاجة اللي انت شاكك فيها سيبها وخليك في الحاجة اللي انت متأكد منها. وعلى فكرة يا جماعة دي قاعدة ثابتة من قواعد الحياة. شاكك في شغلانة انها حرام وحد قالك يا عم دي تقريبا ممكن تكون حرام، سيبها وروح لواحدة تانية حلال. شاكك في مصدر من مصادر الاموال، ممكن واحد يقول لك دي حلال والتاني يقول لك حرام، يا عم سيبك منها، تمام، وروح لواحده حلال. شاكك في اكله معينه، في حاجه من انواع العطور، حاجه من انواع الروايح، تمام، زي جوزة الطيب دي مثلا يعني كاكله يعني، سيبك منها، سيبك منها خالص، وروح لحاجه انت متاكد منها. تمام. مش هنموت يعني لو كنا الاكل من غير جوزة الطيب، ولا هنموت لو شربنا القهوه محوجه من غير جوزة الطيب. ده بالنسبة لنصيحة اخوك اللي هو انت بتسيب الشبهات، دعك من الشبهات. تمام. واجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك قاعدة من قواعد الحياة. السلام عليكم.